السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. الفيديو نتاع اليوم كما راكم تشوفوا عبارة عن وصفة نتاع رائحة العرق في الابطين، هي بعشبة جد حصرية. على ما اظن ما كانش وحده حطتها في اليوتيوب، هذه اول مرة في اليوتيوب غادي تحط هذه الوصفة. فهي وصفة جداتنا كانوا يديروها زمان، بعد لما ما كانش متوفر عندهم المواد نتاع كيما نقولوا حنا المواد تاع لي ستيك ولا هكذاش، المواد اللي يعطروا لنا الابطين. هناك بزاف بنات كيعانوا من بزاف بنات ولا ولاد ولا رجال بطبيعه الحال، ماشي غير البنات بوحدهم ولا النساء بوحدهم اللي كيعانوا من هذه الرائحه، خاصه في فصل الصيف. فهذه حاجه ماشي كيما نقولوا حرام ولا عيب ولا، فهي حاجه طبيعيه. هي حاجه طبيعيه، الانسان كيعرق وكيطلق هذيك الرائحه. خاصه كاين شي ناس كيعرقوا بطريقه غير زعما كثيره، ماشي بنسبه قليله، كل واحد واش كيما نقول لك الكور تاعه واش كيطلق هذيك الرائحه. فهنا انا وجدت لكم واحد الوصفه. كاين اللي كيشري ديك ليستيك ولا كينوضوا له دوك الكلاسيس ولا دوك الحبات في الابطين، كيستغنى عنها. هذيك كيقول لك انا نحبس مابقاش ندير هاد الستيك، فيه مواد مسرطنه، مواد كتاثر كتبلع المسامات تاع الابطين. فانا قلت اليوم نوفر لكم هذه الوصفه، عطاتها لي يما ربي يطول لي في عمرها. انا قلت اليوم نشارك حباباتي وخواتاتي في هذه الوصفه. بطبيعه الحال من حتى الرجال يقدروا يستعملوها. في الاول انا كنت كندير هذا كما راكم تشوفوا، الشب معطر، كنشري كيما هكذا من عند العطار. نستعمل هذا الشب كيما القرعه رانا ديجا كنت مستعمله فيها، كيجي كيما هكذا مسحوق على شكل بودر. انا دايره فيه هنايا واحد الحبات نتاع المسك، هو ديجا كتجي فيه المسك، غير انايا كنت كنزيد هذا المسك هنايا كنحطه باش يعطي زيد شويه تاع الريحه. فهو شب كيما قال لكم معطر، كيعطر من الابطين ويزيل الروائح اللي كتكون فيها. هو غير انا قلت هاد الخط عطاتني لي ما هاد كيما قلت لكم قبل هاد الوصفه، قلت نستعملها معكم. هي كيما راكم تشوفوا هاد العشبه، هاد العشبه الكل غادي يعرفها، اللي هو الشيح المعروف. الشيح كيما راه هكذا، هذا الشيح راه جاي خضر، هذه هي لابريود نتاعه. هكذا ناخدوه باش ما نطولش عليكم، ناخدوه كيما هكذا، يجيك هكذا على شكل بودر، نسحقوه وندقوه كيما هكذا ونحكو. كاين شحال من طريقه، انا غادي نمديكم الطريقه الاولى اللي ديجا راني نستعمل فيها. كيما هكذا تاخدي غير قياس، ما غاديش يجرحك. تقولي غادي نستعملها في البيطان تاعي غادي يجرحني ولا لا، بالتجريب ما غاديش يجرحك. تاخدي غير قياس كيما هكذا وتحكي في الباط الاول وفي الباط تحكي كيما هكذا. في الباط الاول عاود ناخد شويه كيما هكذا ونحك في الباط الزوج. تقعدي كاع النهار حاجه طبيعيه غادي تعرقي، غير الريحه ما غاديش تكون. هو الشيح فهو جد غادي يخليك كله يعرف الشيح، يخلي الريحه وما يخليكش ديك الريحه نتاع البيطان كما قال لك ريحه نتينه، يخلي ريحه كما نقولوا طيبه. هكذا هذا هو الشيح، تحكيه في البيطان وغادي يمنع الريحه انها تخرج وتكون. الطريقه الاولى غتستعملي كما قلت لكم غير الشيح بوحده، غتحكي في الباط الاول وتحكي الباط الزوج، وغادي يكون بطبيعه الحال غادي يكون مدقوق، يكون على شكل بودر كيما هكا. هذا هو الشيح نتاعنا، غادي ناخذوه نقلعوا منه العيدان بطبيعه الحال ونحكوه يعطينا هذا الشكل. الطريقه الثانيه غادي ناخذ شويه نتاع الشيح كيما هكذا، نزيدوا عليه قياس عبار مدقوق نتاع المسك، ونزيدوا عليه قياس عبار مدقوق تاع السندل، تخلطي جميع وثاني الخزامه تاخدي ثاني هي العبار، قياس اللي راكي باغيه دير كل واحد على حسب هو الامكانيات نتاعه. تاخدي قياس عبار تاع الخزامه وتدقيهم مع بعض، وتبقاي تستعملي هذيك لابودر في البيطان تاعك ولا في اي منطقه كتحسي راسك كتعرقي فيها، تستعمليها في البيض، تستعمليها في هذيك المنطقه، غادي تعطيك واحد الريحه طيبه وريحه نقيه. وما غاديش تحاولي تستغني عن جميع المواد كيما نقولوا المواد لي كوسميتيك اللي كنديرو هما لي ستيك ولا ليلي ولا هكذا الحليب اللي كيبلعوا لنا لي بور تاعنا نتاع الجسم تاعنا ولا يبلعوا المسامات، غادي تستغني عليهم. نعاود لكم الطريقه الثانيه. الطريقه الاولى غير الشيح بوحدو، تحك على البيطان ولا على المنطقه اللي راكي باغيه تمشي لك منها الريحه،
وغادي تهنى منها. الطريقه الثانيه تاخدي الشيح وتاخدي المسك مدقوق وتاخدي السندل مدقوق وتاخدي الخزامه مدقوقه. هذه هي هاد الخمس مكونات غادي تجمعيهم كامله مع بعض وديريهم في ان بواط بحال هكذا ولا ان بواط اخرى عندك، وتبقاي تستعمليها يوميا. يوميا تستعمليها. الطريقه ما غادي تاثر عليك، ما غادي تعطيك كما نقولوا حنايا حاجه سلبيه في لوكور تاعك ولا تبدل عليك المسامات. ما كاين حتى حاجه، بطبيعه الحال كلها مواد طبيعيه وغادي يعطوك الريحه ان شاء الله اللي راكي مطالبتها. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب نتاعكم وتشتركوا هذه الوصفه وتعم الفائده على الجميع. لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه.